اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام يا حبوبتي الغاليات، نتمنى تكونوا بخير وتكونوا في صحة جيدة. الوصفة تاع اليوم ماشي وصفة آه كادو كادو ليكم شيرات، والله العظيم إلى أول مرة نجرب معاكم، يعني هذه أول تجربة ليا بارطاجيتها معكم وصورتها لكم. يعني اول مره ندير هاد السفنج تاع السميد، اول مره صورتها معكم. صدقوني جا خفيف بالبزاف. هنا الشيرات على راني نوريكم في الحبه هذه. الحبه درتها الاولى كاع قبل ما نديرها معكم، يعني الاولى، يعني جينا واحده شوفوا كيفاش تخرج الشيرات. هنا تعرفوا باللي الا ما خرجلكمش المشكله ماشي في الوصفه، المشكله في الطريقه كيفاش. دوك نوريكم انايا، دوك من بعد نحكي لكم على هاد الحبه اللي وريتها لكم، يعني باش نكونوا في الصوره ونعطيكم كاع لي ديتاي باش تنجحوا في هذا السفنج. يعني كما كنتو فيه خفيف من الفيديو راه يبان. ما عليا نقول لكم الشيرات تكملوا الفيديو ودوا النصائح باش تنجحوا في هذا السفنج ويقعد لكم حتى الغدوه، ما يقعدش كاع الاستيكي. نروحوا مع المقادير وطريقة التحضير. وقبل ما ننسى نرحب كاع بالمشتركات اللي دخلوا جدد، ونتمنى تاني اللي يتفرج فيديو اول مرة يشترك باش تعم الفائدة. هنايا الشيرات درنا طريقة التحضير سهلة مهلة. غادي نجيبو مغرف بومبي تاع خمارة الخبز ومغرف بومبي تاع السكر، نديرهم في بول كيما هكا ونخلطوهم ونديرو عليهم كاس الا كاس ناقص زوج صباع تاع ما دافي، ونبلعو عليهم كيما هكا ونخلوهم ابار. من بعد نروحو نجيبو في باسينه كيما هكا. انا شريت هاد الباسينه شريتها للخبز للسفنج كيما هكا، هادوك اللي يخمروا نبلع عليها علامه. نجيبو 3 كيلات تاع السميد يكون رطب. هنا الشيرات ضروري اول حاجه لازم الشيرات شديروا تغربلوا السميد. قلت لكم 3 كيلات تاع السميد. شوفوا لي شلقيت فيه هذا شلقيت لقيت السميد خشين في هذا السميد الرطب. وهذا الخشين اللي لقيته غادي ما يعاونيش باش يخرج لي سفنج شباب، على بها لازم نغربلوه باش نقلعو هذاك البساخ ونقلعو. من بعد في 3 كيلات تاع سميد غادي نديرو 3 مغارف تاع زيت ومغرف ممسوحه تاع الملح. من بعد نخلطوا هذاك الملح مع السميد، ومن بعد نخلطوا هذاك الزيت 3 مغارف مع هذوك 3 كيلات تاع السميد، خلطوهم غايه. من بعد كما راكم تشوفوا الخميره تفاعلت، الله يبارك. لازم تكون الخمانه عندكم جديده، راني قلت لكم. من بعد نجيبوا كاس تاع الماء دافي ونقعدوا نلموا في العجينه بهذه الطريقه. شيرت انا هنا راني مسرعه الفيديو، والله العظيم ما بغيتش نكثر لكم في الفيديو باش ما تكرهوش. من بعد نلموه كيما هكا بهذه الطريقه، ما لازمش نطلقوه بزاف كيما راكم تشوفوا. نغطوا عليه ونخلوه يريح 10 دقائق. هنا بعد ما ريح الشيرات شنديرو بكري. ماما الله يرحمها كانت تديره في قصعه تاع لوح تاع طين. حنايا دروك غادي نسيبو تاع اللوح تاع الطين. انا ايش درت؟ رحت نقيت بوطاجين غايه وبديت ندلك فيه كيما هكا على اليابوسي. كيما اللي يعرف يدير المسمن هذاك هو اللي يعرف هاد الطريقه. ندلكوه على اليابوسي كيما هكا حتى نتحصلوا على وجه املس. سورتو الا كان عندكم السميد شباب. شريت انا السميد باش نقول لكم ماشي تاع شكاره، شريت تاع الميزان. تاع الميزان خدمت به. نتوما عندكم تاع القابصه خدموا بيه، عندكم تاع القابصه يخرج احسن من هنا، من احسن نتيجه، احسن بزاف. كما قلت لكم هنايا قعدت ندلك فيها بهذا الطريقه. من بعد نحلوها ونقعدوا نديرو في الماء دافي، وندلكو في الماء دافي وندلكو. هنايا شوفوا هنايا قاعده تهبل فيا من طلعتها ما خربت. نقعدو نحلو فيها. هذه الطريقة تساعد بزاف باش يجينا السفنج خفيف من الداخل كما شفتو في اول الفيديو. ندلكوها كيما هكا، يعني تعرفوا هذا الدليك. ايه ماما الله يرحمها، شوفوا من بديت ندير في هذا السفنج تفكرت في هذه الذكريات. ماما مي كانت تعجن كيما هكا كانوا يديها الله يبارك شابين بزاف. ايه
ربي كتب علينا كيما هكا. الحمد لله على كل حال. نقعدوا كيما هكا تدريجيا ندخلوا في هذاك الماء الدافي طبعا، نقعدوا نعجنوا كيما هكا. شيرات على بالي بلي رانا عيانين كيما انايا. بنتي راهي دايره فيا ما دايره، وتاني الخدمه تاع الدار على بالي بلي كاين يعجز بزاف باش يدير حاجه كيما هكا. كنت ندلك باليد بصح خطره في بوزمان ما تغيتش. انا يا الزوج مي كان في الدار قلت والله ندير السفنج خاطر هو يبغي السفنج، على بها تشجعت وان شاء الله نشجعكم معايا باش تسيو. نقعدوا ندخلوا في الماء كيما هكا ونعجنوا، ندخلوا في الماء ونعجنوا. الشيرات هنايا ماشي زعما انا كثرت واللي عندها البيسره ديرها في البيسره عاديه. انا درت لي الكاس الاول تاع الماء اللي نقص منه 2 صباح، ودرت لي واحد الكاس ونص هكا بالعجينه بدليك بكل شيء. من بعد الشيرات شادرت هنايا دلكتها كيما شفتوها رطبه طريه. رحت دهنت شويه البسينه بشويه تاع الزيت بشويه، ومن بعد خليتها خمرت. هنايا بعد ما خمرت شوفوها لي انا خمرتها 2 خطرات. نتوما الا بغيتو تخمروها خطره خلوها تتفيض، البسينه تفيض. هنايا نديكازو لهاديك الخماره ونعاود نخلوها تخمر. ولا كنت تعرفوني خمروها 2 خطرات. انا درتها نص الصباح كيما اليوم راكم تعرفوا الجمعه، نص الصباح قديت قد يعني ودرته. من بعد جوايه الربعه طيبته يعني خليته خمر في غرده. هنا شوف المره الثانيه يخمر بالخف. للمره الثانيه هنايا تاني المره الثانيه بعد ما خمر شاه نروحو ندهنو يدينا بالزيت وندهنو هذاك السني بالزيت. هنا لازم الشيرات ما نطيحولاش الخمور، نطيحولاش الخمور بزاف. هنا الشيرات كمبتدئات كيفي وكيفكم وكاع اش نديرو نوزنو الحبات 100 غرام. انا كان لقيت الميزان بصح ما بقاش لي بيل على بها ما وزنتهمش. هنايا من بعد نخلوهم شويه واحد 5 دقائق لفات لي يحمى الزيت. من بعد شوفوا لي الطريقه هنايا كيفاش نحلوه. غادي نبداو نحلو كيما هكا ما يتقطع لكم ما والو. حلوه ما لازمش تخلوه غليظ، ما لازمش تخلوه الغليظ وما يتقطع لكمش وما تخافوه. شوفوا لي هنايا في المقله كيفاش ماشي غليظ، شفتوه بعينيكم ماشي غليظ. انا الاولى خفت هذيك الحبه اللي وريتها لكم في الفيديو الاول خفتها حليتها شويه على بها جاتني ملكده. وانا الشيرات كاين اللي يقولك باللي يقولك السفنج تاعي جاني ثقيل، قولوا لي علاه. انا الحبه الاولى جاتني ثقيله لخاطرش خليتها غليظه بزاف. على بها قلت لكم ديروا الغراماج، ديروا الغراماج 100 غرام باش تجيكم الحبه متحوفه وتاني خفيفه. هنا الشيء تشوفوني الزيت راه حامي. لا يعني النار ما تكونش قويه بزاف وما تكونش طايحه بزاف يعني قليله بزاف. هنا نقعدوا ندوروا بهذيك الطريقه نقعدوا نقلوا فيه وبعد ندوروا ونعمروا هذاك الفراغ بالزيت باش يطيب لنا. يعني هنا الشيء ما وريتلكم حبه ما وريتلكم زوج وريتلكم 3 باش تفهموني. نقعدوا كيما هكا نقعدوا ندوروا هكا باش يجينا مهوي كيما راكم تشوفوا الشيرات. والله العظيم الا خرج كيما راكم تشوفوا ما زيدت عليكم ما نقصت عليكم. غير جربوه على بالي بلي غادي ينجح لكم. شوفوا لي النبابل، شوفوا لي صدقوني انا نبغيه بالحليب قهوه حليب يعني ما تامنوش راسكم. والله العظيم الا روعه خير من تاع الفارينه. يعني كنت سبق لي ودرت لكم تاع الفارينه هذا احسن منه. والله لا احسن يعني ما كانش اسفنج كيما تاع السميد باختصاره ما نكذبوش على بعضياتنا. هنايا قلت لكم نطيبوه يعني تبعوا لي الطريقه والشرح تنجحوا فيهم. شوفوا لي الحبه التاليه كي تجي شابه وحادها تنفخ ما تعيكش كاع تقول يا شيرات ولازم تاني الزيت كيما راكم تشوفوا مانيش مكثرت لا الا كثرتوا لا الحبه تكون ثقيله ولازم تحلوها رقيقه. راني نعاود لكم هنا الزيت لازم ديروه شويه كيما راكم تشوفوا. المقله ماشي بزاف ديروه كيما راكم تشوفوا في الفيديو. وانا يا شي وصلنا لاخر فيديو السفنج السميد فقط راح واجد معايا ما عليا غير نقولكم والله غير جربوها على ضمانتي
صدقوني انا دائما من نجيب لكم الوصفه نجيبها لكم بمصداقيه، ولازم كاع تخرج لكم. آم، اللي عليا درته، وتبعوا الفيديو حتى الاخير باش تنجحوا فيه. ما عليا غير نقول لكم الى اللقاء في وصفات اخرى. سلام.